السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم ياتنا في الدنيا حسنة اللهم ياتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ومما لا يرضى عليك يا رب العالمين. بعد ما نسمي الله يا حبيب قلب ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة، صباح الياسمين على عيونكم يا حبيب قلبي. بعد ما نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي صلى على الحبيب أبدا لا يخيب، صلى على الحبيب قلبك يطيب، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا زوزة مخليني مرتبكة خالص وانا مسجل، مش مخليني عارفة اركز حتى في التسجيل. بص يا حبايب قلبي، هنا ابتدينا طبعا ايه النهاردة هنعمل كرشة. هنعمل كرشة يا حبايب قلبي. قلت تغيير بقى، بدل الفراخ واللحمة والحاجات دي قلنا نغير شوية. مغسولة وزي الفل وشامعة منورها زي الفل. بس طبعا انا عندي ايه الحمد لله يعني الاستاذ رحيم، انا ما باكلش يا ماما الكرش. فيروز انا يا ماما عامله لي يا ماما الكرش، ومش عارفه مش عارفه والله العظيم انا متعامل مش عارفه اتعامل معاهم ازاي يعني. قلت لهم بص، بالعافيه بالغصب هتاكلوا الكرشه دي يعني هتاكلوها. امال اوديها فين يعني؟ بس يا حبيب قلبي المهم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا يا حبيب قلبي نظيفه وزي الفل هيت وزي العسل، عشان انا غسليها ونقعها في خل وليمون وكل حاجه وطحين عشان الريحه وكده. هي مفيش اي حاجه والله زي الفل ديكوا شفتوها. بس يا حبيب قلبي جبنا حله على النار، حطيت فيها حبهان فص حبهان، وحطيت فيها ورق لورا وطماطم وبصل، وطبعا قطعنا الكرشه بتاعتنا وحطيناها في الحل. هنغطي عليها بقى يا حبيب قلبي لما تستوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وهنا يا حبيب قلبي جبنا حلة هنعمل مع الكرشة ايه يا بنات. طبعا اللي اتصل هناك ديت فيها شوية طماطم، لقيتهم كده ايه رايحين يعني كده طيبين خالص وكده، فقلت لا بدل ما يبوظوا خسارة. زي ما انت عارفين انا لسه ما جبتش الديب فريزر يا حبيب قلبي، فقلت خسارة بدل ما يبوظوا. رحت قطعتهم كده وحطيتهم في الطاسة، قلت ابقى ايه اعملهم في الخلاط ونحطهم كده في الفريزر بتاع التلاجة. وجبنا هنا يا حبيب قلبي حلة على النار، حطينا فيها ايه سمنة وزيت عشان نعمل إيه سمنة اللهم صل على حضرة النبي. حطينا يا حبيب قلبي حتة دهنة كانت الفش مع الكرشة. بس يا حبيب قلبي قطعناها كده، قلنا عشان تبقى حلوة وتدي طعم حلو للتغذية بتاعتنا. حطيناها يا حبيب قلبي، عطيناها ايه تسالت كده شوية ودلت اللي كان فيها، وبعدين حطينا معاها حبة زيت، وكنت عاملة طماطم بصل في الكبة حبيب قلبي. فقلت ايه يعني ما رضيتش اعمله انا عمو خالص كده، قلت عشان خاطر يبقى ايه زي ني في ني كده يا بنات. بس فرحت عطيتهم تقليبه بس كده تشويحه بسيطه خالص، ورحت حطيت عليهم درك الطماطم دوت. قلت بدل ما اغسل الكب بقى رحت ايه عملت فيها الطماطمات بالمره. وطبعا زي ايه كالعاده يا ساده زي ما انتوا عارفين زي اي ست مصريه. احنا كمصريين يعني لازم ايه نحن نمصمص الخلاط. هاتي يا بنت حبه ميه نمصمص الخلاط. بس فرحنا ايه غسلنا حطينا حبة مية او نحط حبة شوربة برضه، بس عشان خاطر الشوربة بتاعت اللي هي الكرشة ديت انا مش هستخدمها في حاجة، فحطيت لها حبة مية. لما توريهم على الطماطم كده، وحطينا توابل ملح وفلفل وبهارات، وحطينا معلقة سكر عشان الحموضة والحرقان بتاع المعدة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس يا حبيب قلبي هنا ايه جبنا حلة تانية يا حبيب قلبي على النار عشان خاطر نعمل فيها ايه شوية رز بالشعرية. وهنا معانا لسه الكرشة برضو لسه في السوا. خلي بالك انا مطية البوتاجاز خلي بالك، بس هو العين دي الوسطانية عاملة خالص حاسة ان هي عالية. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وهنا يا حبيب قلبي انا من النوع يا بنات حقا اللي هو ايه بصوا يعني انا من عشاق الشعريه اللي هي تبقى زياده في الرز.
يعني انا عندي حطيت شويه رز قليلين خالص ما كملوش حتى نص كيلو بس كبيت كيس شعريه. ان انا مش عارف ما حاجه كده يعني ما اعرفش كله كده ولا انا بس ولا ايه. انا انا احب الشعريه خالص في الرز، يعني الشعريه تبقى زياده في الرز، فانا كبيت ايه اللي هو يعتبر ده نص كيلو اساسا على نص كيلو، مش مكمل نص كيلو رز. بس يا حبايب قلبي هنخليه كده يحمر معانا كده، يبقى ياخد اللون الذهبي دوت اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. وهنكب عليه هنحط الرز بتاعنا غسلينه، كنا غسلينه وراكنينه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسونيش في الدعاء يا بنات، وبالله عليكم لايك عشان الفيديو يترفع وكل الناس تشوفه، وان شاء الله القناه تكبر بيكم يا رب باذن الله. بس انتوا شجعوني كده واعملوا لي لايكات كتير عشان خاطر القناه تكبر ان شاء الله. بس يا حبايب قلبي هنا هنطل طلة كده على الصلصة بتاعتنا، على التسبيكة بتاعتنا اهي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على حضرة النبي. بصوا يا بنات التسبيكة، يا لهوي ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر. عسل عسل عسل. تسلم ايدك يا بنت يا أمتهم على الصورة مفيش تسلم ايدك يا أمتهم ولا حاجة خالص. مش عارفة أنا والله العظيم انتوا رحتوا فين كلكم، ولا في تعليق حلو كده مش عارفة انتوا كده هتزعلوني منكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا نقلنا يا حبيب قلب الحله هنا على عين البوتاجاز اللي من قدام ديت، عشان خاطر قلت عشان خاطر طالما كده فاضيه تبقى قريبه من الكاميرا. هنحط بقى ايه عشان احنا ما عندناش شوربه وما كانش عندي في التلاجة، فانا حطيت معلقه رز وبتاع ده معلقه ملح يا حبيب قلب، وكيس مكعب مرقه يعني كده، وكان عندي الكاتل المغلي رحت طشيت رز. وهنا بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي الكرشة بتاعتنا استوت زي الفل. هات انا اليوم ده كنت صايمة فيه انا وهدير، فعملنا عصير، وكان عندنا حبة بانيه من اللي هو ستريبس اللي كنت عاملاه للبنات، وعندنا رز ابيض بشعرية اهوت، رز بشعرية جميل زي الفل اهو. اللهم صل على النبي. عصير فراولة يا بنات من اللي كنت مخزناهم لرمضان، يلا والله ما حد حوش وده كان فطارنا يا حبايب قلبي. اللهم اطعم كل جيع على وجه الارض يا رب العالمين، ربنا يدومها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. ما تنسونيش في الدعاء يا بنات، وكومنت حلو كده، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.